شيكا خطيرة جول. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهلاوي ضد زملكاوي. الأهلي يسحق المقصة ب4 أهداف وتوصى. الأهلي مرعب مخيف بقفشة ومحمد شريف. دلوقتي وبصوت عالي العشرة يا أهلي يا غالي، يا أعظم نادي في الكون بالنسبة لي. الأهلي في مباراة من جانب واحد يسحق المقصة. الأهلي في مباراة إلا 15 دقيقة يسحق المقصة بكل سهولة. الأهلي في مباراة ممتعة من طرف واحد يسحق المقصة ب4 أهداف. محمد مجدي قفشه يتقمص دور بابا نويل الكرة المصرية. محمد شريف حاجة من ريحة عماد متعب. تفوق تام للنادي الأهلي ما عدا أول ربع ساعة. بعد كده سيطرة تامة، كمية فرص ضايعة بالهبل، اوفسايدات بالعبيط. تلعب قصاد الاهلي على مسطره التسلل. احنا الاهلي لو في فن وهندسه في البلد دي يبقى النادي الاهلي. النادي الاهلي هو كل حاجه. ايه ده؟ النادي الاهلي هو اساس بتاعتنا الكوره. بتاعتنا النادي الاهلي لا مفيش حاجه بتاعتكم، احنا بتوع كل حاجه. احنا في مدرسه، احنا اسياد افريقيا. احنا اسياد افريقيا. ايه ده؟ ها احنا نادي القرن. ايه ده؟ انتوا نادي قرن الفلفل، لكن احنا نادي القرن الحقيقي. احنا النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيكسب في اي وقت نادي القرن وفي اي ظروف. نادي الاهلي بمن حضر، نادي الاهلي بمن مضى، نادي الاهلي بابو تريكه وبركات، النادي الاهلي بقفشه وشريف، نادي الاهلي ببنون بوائل جمعه. نادي الاهلي رقم واحد هيفضل طول عمره رقم واحد. تفاصيل الماتش النهارده، الاهلي قدم كره ممتعه ما عدا اول ربع ساعه، استحواذ وسيطره من بعد اول ربع ساعه، اهداف عالميه، تألق غير طبيعي لمحمد مجدي قفشه ومحمد شريف، ورجوع علي معلول في الوقت المناسب لحالته الفنيه والذهنيه والبدنيه. بعض بقى النقاط السلبيه اللي موسيماني لازم ياخد باله منها. أجاي النهارده كان سيء جدا، واضح عليه سيء بدنيا وفنيا. الشحات بيمشي على سطر ويسيب سطر. يعني ماتش كويس، ماتش عالي قوي، وماتش ما بيبانش ما بيظهرش. الماتش النهارده كان كويس جدا لحد ما طلع. اكرم توفيق النهارده كان في علامه استفهام عليه، انه سيء جدا. اول ربع ساعه المقصه اخترقت جبهته كتير جدا. واضح انه مرهق او مصاب ما اعرفش، بس اكرم مش في حالته النهارده. كهربا ما اعرفش ايه، كهربا اتغير خالص. كهربا غير لائق بدنيا وفنيا مش عارف. لا مش قادر يقف على الكوره. مبروك عليكم كهربا. لا احنا مش بنوش ولا حاجه، ان شاء الله راجع. انا غلطان قوي فيكم بصراحه، بس هو ان شاء الله بس يركز شويه في التدريبات، وموسيماني يطلعه من دماغه، لان حاسس ان موسيماني برده حاطط كهربا في دماغه من ساعه موضوع المشكله. اما بقى مروان محسن فابوس على ايدك يا موسيماني، يا عم ما تنزلوش تاني يابا. يا عم نزل اي حد عندك، اسامي قمصان نزله، ما تنزلوش. يا ده لا دفاعيا ولا هجوميا ولا اي حاجه. ده اسوأ مهاجم جه الاهلي في التاريخ. اسوأ مهاجم جه الاهلي كده يعني، والله العظيم. ده اسوأ. ده اللي هيجيب لنا السكر والضغط وكل حاجه. طبعا انا بتكلم كوره مش بتكلم في حاجه ثانيه. لا انا طبعا انا شخصيا انا ماليش علاقه بيه يعني، بس انا بقول لك يعني ده راجل موظف بنك، ما ينفعش يلعب يبقى لعيب كوره. ده بيشيلنا، ده الدنيا عنده وردي. وبعدين اول ما دخل احنا خلاص هجوميا رحنا خلاص. عمل كوره جامده جنب العارضه. عمل كوره جنب بقى من جنب العارضه ب 40 متر. لا دي قريبه يا عم خدوه. لا خدوه ببلاش. لا لكن مجمل الماتش النادي الاهلي بصراحه سيطر، امتعنا. ماتش زي ماتش سموحه بالظبط. طبعا ماتش المقاولين كان ممكن يبقى فيه حاجات، بس يعني ماتش المقاولين كان المقاولين بيلعب بتكتل دفاعي، واللعيبه برضو تحس ان هي كان فيه سن دلع شويه. لكن الماتش ده الاهلي بيطمنا على قبل ما يروح نهائي افريقيا ان شاء الله باذن الله. العاشره باذن الله يا رب في الاهلي ان شاء الله. احنا في القناه هنا هنعمل لقاءات مع الناس اللي قبل الماتش ان شاء الله وتوقعاتهم، وبعد الماتش ان شاء الله هنصور لكم فرحه الناس باذن الله واحنا بنرفع الكاس. تعقيبك بقى يا صاحبي يا زملكاوي، وتقول لي بقى على اداء المقصه برضه النهارده عامل ايه. على اداء المقصه طبعا في المركز الثامن، 37 نقطه من 28 ماتش، جايب 28 جون وعليه 37 جون، فرق 8 بالسالب، ب 8 جوان زياده. كسب 10 مطوشه، خسر 11، اتعادل 7. طبعا نادي المقصه النهارده اول ربع ساعه او ثلث ساعه كان فرقه كويسه واقفه على رجليها، ماشيه بتطلع بالكوره صح.
يعني الراجل اللي اسمه محمد دسوقي بيطلع بالكوره صح مع هشام محمد مع جيمس بيكلي مع عماد فتحي، عاملين جبهه كويسه جدا، بيلعبوا كره عرضيه من ناحيه اكرم توفيق. اخترقوا من ناحيه اليمين للنادي الاهلي ناحيه اكرم توفيق. الكره العرضيه بتتلعب بطريقه سيئه، يعني انت بتوصل للمكان الصح للكره العرضيه، تيجي تلعب كره عرضيه ما بتتلعبش. يعني ايه الكره العرضيه دي؟ ده الكلام ده عملوه امتى؟ في اول ربع ساعه؟ اول ربع ساعه، اول ثلث ساعه. العب الكره العرضيه بيلعبها غلط، يعني الكره العرضيه الوحيده اللي جت صح. هو المقصه ما لعبش الا اول ربع ساعه اللي جت لي باسم مرسي اول ربع ساعه، ودي برضه علامه استفهام بالنسبه للنادي الاهلي يا محمد، ان الاهلي اول ربع ساعه يعني تملي حتى الشوط الاول كله ممكن ما يجيش. هل هو دي بقى خطه من موسيماني ان هو بيستنزف الفرقه وبيستهلك قوتها وبعد كده يبتدي يهاجم؟ بس احنا خايفين بقى في ماتش العاشره، لان فرقه كايزر شيفز بتلعب على كده، بتحط جون. ماتش الوداد حطت جون وقعدت تدافع عليه لحد ما الماتش خلص والوداد ما توفقش، فاحنا مش عايزين نعمل كده ان شاء الله. بس الكره الوحيده اللي اتلعبت صح عرضيه جت لي باسم مرسي، بيشوط الكره طبعا قام قالش، قام الحكم حسب بيلين. ايه البيلين الغريب ده؟ انا راجل زملكاوي اهو، بيلين ليه؟ انا عايز اعرف هي بيلين ليه؟ يعني باسم مرسي ياخد بيلين ليه؟ راجل بيشوط الكوره قام قلش، فانت بتكافئه وتديله بيلين. ايه البيلين فيها يعني؟ بيحللوا الفار يعني، وراح بس المشكله راح بص على الفار. يعني المشكله انه راح بص على الفار وبص على وبياكد قراره الغلط. ضربه جزاء وهميه طبعا، يعني ايه البيلين اللي فيها يعني يا جماعه؟ بس هو رجع التحكيم بس يا جماعه، يعني ايه يعني؟ ارحمونا شويه. في كور بتبقى باينه قوي. مش الاهلي بيكسب بالحكام؟ بيكسب بالحكام لما بيحتاج. يعني هو لما يحتاج الحكام بتساعده، لكن هو لكن هو لسه في اول الماتش، اول ربع ساعه، اول نص ساعه البيلين اتحسب. فانا عايز اعرف هي مش اصلا الكوره اصلا مش بيلين يا جماعه، بس عشان ايه مش هنطلع نقول اي كلام. الكوره طبعا مش بيلين. فانا كابتن عبد الجليل يعني مش عارف انا ازاي بتلعب النادي الاهلي. مش انا عايز اعرف بس هم حكام الرياضه دول لازمتهم ايه؟ ما هنرجع لهم دول. يعني انت حاسب 6 اوفسايد على الاهلي، كلهم رجعت لهم للفار. طب ما انت ما توقفش حكم رايح. ما هو مش موجودين، هو ما بيرفعش، ما توقفش حكم رايح، سيبها بقى للفار يبقى يرجع لك ويقول لك الكابتن عبد الجليل عايز افهمك حاجه بس يا كابتن، انا اسف يعني دلوقتي انت بتلعب قدام النادي الاهلي، نادي كبير وبتلعب كوره حلوه، كوره هجوميه ومفتوحه، ما عنديش مشكله فيها، بس ما ينفعش اللعيبه بتاعتك اول نص ساعه خلصوا كوره مش قادرين يقفوا على رجليهم. انت مش عاجبك حاجه يعني المقاولين دافع، قعدت تقول لا انا بقول له اهو وفين الكوره؟ انت بتلعب كوره حلوه يا كابتن. الراجل هاجم، اديك زي ما شفت اللي حصل فيه. احنا كده النادي الاهلي هو لعب كوره اللي هيهاجمه هيشيل 4 لا هو لعب كوره حلوه. عايز تلعب قصاد الاهلي ارجع بقى ابن خرسانه. اللعيبه كلها جابت اخرها، وانت عارف موسيماني لما بيجي يلعب قدام اي فرقه بيسيبها اول ربع ساعه نص ساعه تمسك كوره تعمل ايه بقى؟ تفضل تجري من اليمين وتجري من الشمال ويطلع ويستنزف كل القوه بتاعتها واللياقتها البدنيه. هو لسه ما عملش حاجه يعني لغايه نص ساعه الاولانيه الاهلي لسه ما لعبش. وبعدين نحط عليه بعد كده خلاص كده بقى انسب بقى السيرك بتاعك. علي معلول يطلع، اكرم يطلع، قفشه يتحرر جدا، مفيش حد اصلا ضغط عليه اصلا، ما عادش اصلا قادر يجري معاه، فبيسيبوه يلعب براحته، يعمل سيروهات هنا يعمل سيروهات هنا، يخش جوه ال 18 يلعب بدماغه. تخيل انت قفشه دخل جوه ال 18 عمل سمكه. ايه رايك في الجون؟ سمكه بدماغه جاب في العارضه. ايه رايك في الجون؟ انهي جون؟ قفشه هدف الموسم، من احسن الاجوان. لا مش قوي كده، ده جون الموسم، مش قوي كده صح، ده هدف الموسم والله العظيم. لا مش قوي كده لسه، ده هدف بالنسبه لي ياخد جايزه بوشكاش. ده وجهه نظر يا جماعه، هو اهلاوي انا ماليش دعوه بيها. لا بقول لك ايه هو ايه ده كوره من نص الملعب من على الدايره والراجل معلقه. ده انا افتكره طب الجون بتاع والله العظيم انا افتكره بيعمل سرور. طب الجون بتاع مان سيتي صلاح جاب فيه نفس الجون. طب وماله؟ ما خدش عليها جايزه بوشكاش. طب ما هو خد من الاسوء على جايزه بوشكاش. يعني هو الجون بتاع ما خدش جايزه بوشكاش عليه. الجون بتاع تدي قفشه جايزه بوشكاش على الجون اللي جابه في ايفرتون. الجون اللي جابه صلاح في ايفرتون خد عليه بوشكاش، وكريستيانو الدبل كيك ما خدش بوشكاش عادي يعني. بس كريستيانو يا عم خلينا نقول، بس كريستيانو بقول لك كريستيانو كان طالع الدور الثاني ولعب باكورد، وصلاح اللي خد بوشكاش. ما صلاح ساعتها كان يستحق احسن لاعب في العالم. لا ما كانش يستحق. هم ظلموه عشان كده. لا مودريتش كان والله مودريتش. لا يا عم صلاح، انا شايف ان رونالدو صلاح كان الموسم ده طفره بالنسبه له بس ما كانش ياخد احسن. شايف ان رونالدو وميسي طول ما هم موجودين مفيش حد احسن ياخد احسن لاعب في العالم طول ما هم موجودين. لما الاثنين دول بطلوا كوره يبقى دول اي حد براحتكم بقى. هداف الفريق طبعا بيكلي 9 اجوان، باسم مرسي برده 9 اجوان، بس باسم مرسي جاب 7 بس مع المقصه و2 مع الانتاج. باسم مرسي جاب 3 اجوان ضربات جزاء. عايز اتكلم على باسم مرسي بسرعه. مهاجم مصر الاول باسم مرسي
اكتر لعيب في المقص شفته النهارده عنده حماس، اكتر لعيب بيحاول، اكتر لعيب شفته فيه بيتحرك. نفسي يرجع الزمالك جدا باسم مرسي. يا عم والله أنا شايف ان باسم مرسي افضل والله العظيم، انا افضل نفسي من يرجع الجزيري الزمالك وافضل من مروان حمدي اللي يا الزمالك عم. جابه. ابوس على ايديكم ورجعوه الزمالك. كان لازم باسم مرسي، انا ما اعرفش ما رجعش ليه الزمالك، الراجل اللي اشتغل على نفسه بقى يتمرن ونفسه يرجع، وطبعا هيبقى افضل بكتير جدا جدا من مروان حمدي بتاع المقص. خدوا مروان محسن معاه. يبقى معاكم مروان محسن. لا مروان محسن احنا هنديكم مروان حمدي. احنا ممكن نديكم مروان حمدي يعني. انت مش لا احنا اللي اخترعنا، كفايه اللي عندنا، احنا اللي اخترعنا مروانات. كفايه اللي عندنا. لا احنا محتاجين لعيب زي باسم مرسي، لعيب اجريسيف على الكوره، بيلعب كوره بحماس، بيلعب بروح، بيعرف يلعب كوره عاليه، بيعرف يشوط، بيعرف يتحرك. اي كلام والله. باسم مرسي ده شطب كوره بقاله 3 سنين. ان شاء الله يرجع الزمالك تاني وهيبقى افضل، يعمل اي حاجه وبيهمبط طول الماتش ومش هيكلف النادي فلوس كتير. همبقه على الفاضي. ما انت لو رحت جبت لعيب، لو جبت لعيب تاني هيكلفك يعني انت لو جيت تقارنه بمصطفى محمد ولا اي حاجه ولا طب اي انت صح، ايه رايك صح مصطفى محمد افضل مع منتخب مصر الكبير ولا محمد شريف بما انه بيتالق مع الاهلي؟ لا بص، هما الاثنين يعني ده اصل محمد شريف بيلعب زي عماد متعب. مصطفى محمد عمرو زكي عادي، انت ممكن تلعب الاثنين مع بعض. محمد شريف ممكن يلعب قصدك ايه؟ ده ستايل لعب وده ستايل لعب. طبعا ده ستايل، ده غير الستايل يعني ممكن تستفيد بالاثنين في الملعب عادي. بس محمد شريف احسن بكتير برضه. من مين؟ من مصطفى محمد يا عم بالنسبه لي. بدراي وجهه نظر يا جماعه اهلاوي، انا ماليش دعوه بيها. ايه وجهه نظر اهلاوي؟ انا عايز اعرف حاجه بس. هو انا محمد شريف وحش؟ هو اتكلم عن قفشه. محمد شريف مش عاجبك؟ لا محمد شريف لعيب محترم طبعا. طيب ما هو جاي له محمد شريف جاي له جلطه السراي. محمد شريف ده اللي مصطفى محمد فيه. انا قلتها من فتره، محمد شريف ده المفروض ما يطلعش من الملعب اول ما خد فرصه، بس هو كان اتظلم كتير ومشي من الاهلي ورجع ومشي ورجع. محمد شريف ده من افضل المهاجمين اللي في النادي الاهلي حاليا، وهيدي الاهلي 10 سنين كمان قدام ان شاء الله. قفشه انا عايز اعرف بس، نادي بيراميدز ساب قفشه ليه؟ ليه؟ انت يا ابني بيراميدزاوي؟ ليه سبتوا قفشه للاهلي؟ يا عم انت عايز حد يبقى عنده قفشه ويسيبه للاهلي؟ وانتوا بتفكروا ازاي؟ هم خدوا عبد الله السعيد، احنا اديناهم عبد الله. نفسي اعرف مين الاداره الفنيه بتاعت طبعا في فرق كبير اللي بتجيب لعيبه عبد الله السعيد ومجدي قفشه، اللي بتجيب لعيبه بتديها فلوس. عبد الله لعيب كبير لكن قفشه لعيب كبير. يعني انت جبت قفشه من انبي. قفشه اللي جاي ان شاء الله حلو، وكان نجم انبي. المفروض عندك بقى هيكبر شويه، اصبر عليه. ما عادش سنه ولا سنتين وهم ايه ده؟ لا هو ما كانش ظاهر على فكره في بيراميدز. قفشه ما كانش موجود عشان عبد الله موجود. طب ما تسيبه عندك. انت ليه تدي للاهلي قفشه؟ طب ادي للزمالك يا اخي. انت بتدي الاهلي ليه؟ الزمالك يعني الزمالك اولى. انتوا كان عندكم سياسي وعندكم بن شرقي وعندكم نصب وعندكم طارق حامد، عندكم لعيبه برضه مش وحشه يعني. احنا بنبارك النادي الاهلي وان شاء الله ياخد العشرة. انا اشجع النادي الاهلي، اشجع النادي الاهلي في العشرة من ورا قلبي. بس انا هشجعه. لا هشجعه عشان هو بيمثل البلد. لا ماشي ما تشجعوش بصراحه، احنا كفايه احنا مش محتاجين حد يشجعنا. بس انا خايف اشجعه يخسر احنا 60 مليون اهلاوي وان شاء الله باذنك يا رب. لا 300 مليون. لا احنا 60 مليون اهلاوي، 20 ما لهمش فيها والباقي انتوا. ان شاء الله الدوري للزمالك السنه دي باذنك يا رب، والاهلي يقع ويتغلب ان شاء الله. يا ابني ان شاء الله اللي هينجح القناه دي هم الاهلاويه باذن الله. باذن الله الاهلاويه اللي بيقول علينا جمهور البيب بيب، عشان هم اصلا النادي ده متعود على الدموع والعياط واي حاجه، مؤامرات كونيه، بيعملوا اي حاجه غير ان هم يتكلموا في الكوره. ما احنا فريقنا لو طلع الاهلي وحش، الماتش اللي فات الاهلي كان وحش، انا طلعت قلت وحش. ولو الاهلي وحش في اي وقت هقول الاهلي وحش، لكن عمري ما هبطل اشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي اعظم نادي في الكوره. احنا بس في اخر الفيديو بنهني ليونيل ميسي على كوبا امريكا، وهو عيط زي ما الكابتن معروف قال لنا الفيديو اللي فات. هو عيط، هو عيط فعلا، بس عيط بعد الفرح من الفوز. ما عيطش من الهزيمه. المهم ان انا توقعت كده يعيط وكده. اتعادل مع رونالدو في البطوله القاريه، رونالدو معاه اليورو وميسي لا يورو ايه بقى؟ انت يعني انت هتقارن اليورو لا طبعا البطوله البلاستيك اليورو اجمد طبعا، بس دي بطوله قاريه. ده ماتش النهائي اصلا ماتش عقيم والله العظيم. هي الجون بتاع دي ماريا اللوب ده، والسلام عليكم على كده، مفيش اي حاجه بس يا جماعه احنا مش هنطول اكتر من كده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وان شاء الله باذن الله باذنك يا رب ان شاء الله باذن الله نحتفل هنا على القناه دي بالعشره والنادي الاهلي بيكسبها باذن الله. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. ان شاء الله باذنك يا رب الارجنتين تكسب 2-1. وقت اضافي وضربات جزاء، وايطاليا تكسب دون رمى يصد ضربتين.